السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثر الحديث عن موضوع سرقة الوفد الكويتي، أموال من عنده. الناس بعضهم قالوا كذا، بعضهم قالوا كذا. لا، أنا راح أحسن الظن بالأخ الكويتي اللي انسرق وأصدقه يعني. لكن أسئلة بالله، أنت انسرقت بالسوق لو بالملعب؟ لا، انسرقت بالمنصة. منصة الشرفية منو بيها؟ بيها رئيس وزراء، وبيها الحلبوسي، وبيها خميس الخنجر، وبيها 22 نائب، وبيها 4 وزراء. بربك هذول باقوا العراق كله، تريد محفظتك ما يبوقوها؟ فلذلك يا عزيزي الكويتي، الباقيك الحكومة العراقية ترى الشعب ما له علاقة. فأنت بالمنصة، والمنصة كلهم سياسيين، فاللي باقوك هم نفسهم باقونا ترى قبلك، وباقوا العراق كله. فلا تظل تنحب وتسوي. احنا باقونا صار لهم 20 سنه يبوقونا، هسه ظلت على محفظتك يا عزيزي. فاللي سرقك واحد من ذول اللي قلت لك فيه، لو اما برلمانيين او رئيس الوزراء او رئيس البرلمان او واحد الوزراء، هذول اللي باقوك لان انت واقف يمهم. تحياتي.